هلو هلو، ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ وحشتوني قوي. يا رب كلكم تكونوا بخير. النهارده بقى اكلتنا حلوه قوي واكله راقيه كده وجميله وبسيطه كمان ومغذيه، وبتفكرني انا عن نفسي باحلى ذكريات عمري لما كانت امي الله يرحمها دايما بتعملها لنا. كانت بتعملها دايما على الفراخ او البط. النهارده هنعمل كشك مع فراخ. نقول بسم الله ونصلي على النبي ونبدأ. طبعا بعد ما غسلنا الفراخ ونقعناها كويس في المحلول بتاعنا هنبدأ نسلقها، بس المرة دي هسلقها من غير ما اكون متبلاها جوه بطماطم وبصل زي ما وريتكم قبل كده. النهارده عادي ملح وفلفل بس من جوه، وغسلها كويس ونزلت بكل المطيبات اللي هكتبها لكم على المرقة لغاية ما اتسلقت واستوت، ودلوقتي خلاص كانت بقت زي الفل وهبدأ احمرها. طبعا بعد ما سلقت الفراخ وبقت تمام هبدأ بقى اعمل الكشك. الشيء الاساسي في الكشك هو التقلية. كل ما تبقى التقلية بتاعتك كده حلوة وجميلة بتدي للكشك بتاعك طعمه وتسكيرة حلوة، خصوصا ان احنا مش بس بنعملها جارنش من فوق الطبق، لا كمان احنا هناخد منها كمية ونحطها جوه الكشك نفسه. انا هنا قطعت البصل جوليان، انت عايزة تقطعيه مكعبات كاريه صغيرة عادي جدا زي ما تحبي، الطريقة اللي بتحبيها. طبعا وانا بحمر البصل رشة ملح كده عليه عشان يبقى مقرمش. دلوقتي بقى المرقة بتاعتي نزلت فيها كده بنص كوباية رز مغسول ومتصفي، ورحت نازلة كمان عليها بكوب حليب كده. ودلوقتي انا الدقيق هبدأ انزل معلقتين هدوبهم في ربع كوباية مية واشوف السمك بتاع الكشك بتاعي. انا هنا اول معلقتين حطيتهم، زودت عليهم معلقتين كمان علشان خاطر الكشك يتقل. بس خلاص كده الكشك كان تقل. نزلت بكريمة الخفق بتاعتي عليهم عشان تديله كده طعم كريمي ودسم. انا طبعا ما حبيتش احط بقى لا زبده ولا زيت ولا اي حاجه من الحاجات دي، على اساس ان يبقى ما يبقاش تقيل قوي يعني. شويه من التقليه بتاعتي هنزل فيها على الكشك وهقلب كده تقلبتين حلوين. طبعا هتظبطي الملح بتاعك وهتظبطي الفلفل بتاعك لو محتاجه، بس بما ان المرقه بتاعتي كانت اوريدي جاهزه انا بس كل اللي زودته عليها حطيت مكعبين مرقه دجاج، بس ما جات لكمش اللقطه دي. هنا كان خلاص تقل وبدا يبقى زي الفل. هبدا اغرفه في الاطباق بتاعتي. طبعا عايزه تغرفيه بايركس كبير، عايزه تغرفيه في اطباق صغيره، اللي انت بتحبيه اعمليه. طريقه التقديم دي بتاعتك انت. انا هنا خلاص كانت سفرتي خلصت، سفرة بسيطة وسريعة جدا. اتمنى تكون عجبتكم واتمنى تعملوها واستنى ارائكم. بحبكم قوي قوي. يا رب كده ينصرنا في كل العالم، وكفاية بقى تعب وكفاية ألم وكفاية عذاب لكل الشعوب اللي حوالينا، ندعي لهم ربنا كده يفك كربهم. بحبكم قوي قوي. اتمنى تعملوا سبسكرايب وكومنت ولايك وشير لو بتتفرجوا على اليوتيوب او على الفيسبوك او الانستجرام او التيك توك. بحبكم جدا جدا جدا. اشوفكم على خير. مع السلامة.